السلام عليكم يا رجالة، يا رجالة المغرب اللي شرفتوا كل كبير وصغير، ومصر بلدي، والوطن العربي وطني، وأفريقيا التي أنتمي إليها. اليوم على ملعب السمامة استطاع رجال أسود الأطلس في إحراز الفوز على منتخب بلجيكا ضمن الجولة الثانية في المجموعة السادسة، والتي تضم بلجيكا وكندا وكرواتيا. وفي ظل الظلم التحكيمي التي تشهده البطولة وعدم احتساب الهدف الأول لمنتخب المغرب مع نهاية الشوط الأول بداعي التسلل، مع أن اللعيب ما لمسهاش، استطاع أسود الاستمرار في الإبداع والإبهار وإحراز الهدف الأول مع الشوط الثاني عن طريق البديل عبد الحميد صبيري من فاول عند منطقة الركنية، يلعبها مباشرة داخل مرمى كورتوا وهو يشاهدها بدون أن يفعل معها شيئا، وكان هدفا رائعا ولم يستطيع الحكم أن يلغيه بداعي التسلل. خد لي بالك انت ليه استطيعوا أن يتقدموا على فريق الشياطين الحمر والعياذ بالله، ومع نزول القاطرة البشرية المفتري لوكاكو لم يستطيع منتخب بلجيكا في إحراز هدف التعادل في وسط ضغط شديد على لاعبي المنتخب المغربي الذين صمدوا أمام دي بروين ورفقائه في الملعب، ليستطيع البديل من إحراز الهدف الثاني اللاعب زكريا بوخلال من داخل منطقة الجزاء وسط هجمة مرتدة رائعة، وهو داخل منطقة الجزاء ليستلمها ويحرزها في سقف المرمى. لم يستطيع كورتوا الحارس الأول على العالم أن يتصدى لها، لتكون نهاية الضغط الشديد من فريق بلجيكا للفوز على منتخب أسود الأطلس الذين شرفونا ورفعوا رؤوسنا كمنتخب يمثل أفريقيا والعرب، والذين يمكنهم التأهل لدور الثمانية وتحقيق إنجاز 86 لو فازوا في المباراة القادمة. ويا رب نصر العرب، يا رب النصر منتخبات أفريقيا. وشكرا لكم، وفضلا وليس أمرا اللايك لتشجيعنا لتقديم الأفضل إليكم، ومتابعتنا لتظلون في قلوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.